بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في عجالة عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع آني بخصوص موضوع الالتهابات الرئوية والالتهابات الشعبية الخاصة بالأطفال، خصوصا في موسم الشتاء. الناس بتضطر طبعا تستخدم جهاز البخار وتدي جلسات للطفل حسب عدد الجلسات المحدد من قبل الطبيب. في الحالة طبعا بيستخدم جهاز البخار. بعض الناس بتستخدم جهاز البخار، بتلاقي بتحط الماسك وتحط الفركولين في الماسك وتبتدي تستخدم الجهاز، بتلاقي الجهاز شغال والصوت الجهاز شغال بس مفيش بخار طالع من الماسك. البعض بيعتقد ان المشكله في الجهاز. غالبا بتبقى المشكله في الماسك. نعرف ازاي؟ احنا بنشيل البخار او بنشيل قصدي الماسك، ونبدا بقى نشغل الجهاز ونشوف مطلع هواء ولا لا من منفذ الهواء، المنفذ اللي بيتحط فيه الماسك. لو لقيت المنفذ ده بيطلع هواء يبقى كده الجهاز شغال زي الفل، مفيش اي اشكاليه. تبقى الاشكاليه في الماسك مش في الجهاز. يفضل في الحاله دي اغير الماسك، لان لو جبت ماسك مش شغال مش بيطلع بخار، بالتالي الجهاز شغال والفركري نفسه مش واصل او مش متفاعل ومش واصل للماسك، وبالتالي انت كده بتشغل على الهواء. يعني كده الفركري نفسه والجهاز شغال بس الماسك نفسه مش شغال، فما بيوصلش الرذاذ بتاع الفركولين او ماده الفركولين للطفل اللي بيعاني من الالتهاب الرئوي او التهابات الشعبيه. فيفضل في الحاله دي يبدا يغير الماسك بماسك تاني بدلا من الماسك اللي هو مش شغال ده. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.